نبداو الإخوان في حصيلة المحترفين المغاربة اليوم أمس واليوم. لابد من الإشادة بالإعلامي القدير مهند الجالي اللي نشر على الحساب ديالو من بعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، واللي جمعت ما بين الدوليين المغربين أشرف حكيمي وإلياس بن صغير، وقال التواجد العربي والمغربي على وجه أخص في تشكيلة طرفي كأس الأبطال باريس سان جيرمان وموناكو أمر كيبعث على الفخر وتوهج الاسم العربي في الميادين. شكرا للمغرب على هذه الجودة العالية من أبنائها خلقا وحرفية، وحنا بدورنا كنشكروا الإعلامي القدير مهند الجالي، وتحية للصحافة النزيهة. وندوزوا الأخبار المحترفين. حمزة إيجامان سجل هاتريك ضد فريق هيبرنيان في الدوري التركي، وكان قريب من تسجيل سوبر هاتريك، وكيقدم مستويات رائعة مع الفريق الاسكتلندي رينجرز. وبهذا المستوى كيستحق المناداة عليه من طرف وليد ركراكي، حيث لاعب موهوب وصغير في السن وغادي يفيد المنتخب الوطني مستقبلا. اما عن يوسف نصيري اللي رجع للسجل التهديفي والتألق من جديد رفقة ناديه التركي فنربخشة بقيادة مورينيو، سجل يوم أمس هدفين ضد هاتاي سبور في الدوري التركي، وهذا الشيء كيخلي نصيري يزيد يرجع الثقة في نفسه ويرجع للمستوى اللي كان عليه مع إشبيليا. عز الدين أوناحي سجل هدف يوم رائع مع فريق ديالو اليوناني باناتينايكوس ضد فريق باوك. الطريقة اللي جاب بها الهدف طريقة رائعة، اللهم بارك. هذا دليل على أن عز الدين أوناحي بدا كيخدم على راسه. في الليغا الإسبانية سالم أملاح سجل هدف مع الفريق ديالو بلد الوليد، وعطى اسيست وقدم مباراة رائعة. هادشي كيخليه يزيد ياخذ ثقة في نفسه ويرجع للمستوى السابق اللي شفناه عليه في كأس العالم بقطر. بلال نادي الجوهرة المغربية سجل هدف مع نادي مارسيليا ضد لو هافر في الدوري الفرنسي. في كأس ملك إسبانيا منير حدادي سجل هدف مع الفريق ديالو ليغانيس ضد كارانغا، وكان حاسم في المباراة. في مباراة السوبر الفرنسي واللي تقامت في قطر واللي كانت بنكهة مغربية ما بين أشرف حكيمي اللي فاز بلقب كأس سوبر فرنسا على حساب إلياس بن صغير لاعب موناكو. اللاعبين بجوج قدموا مباراة رائعة وكانت اللمسة المغربية حاضرة. نصير مزراوي قدم مباراة بطولية أمام ليفربول، وكانت التدخلات ديالو ناجحة على مستوى الدفاع أيضا حتى في المساندة الهجومية. كيف العادة اللاعب المغربي علامة فارقة في النادي الإنجليزي، والمستوى اللي كيقدم مع الشياطين الحمر مستوى كبير بشهادة الجماهير اللي كتشيد به من بعد كل مباراة، ولا اللاعبين والمدربين السابقين لفريق مانشستر يونايتد. المباراة اللي عرفت تنافسية كبيرة وسالت بتعادل إيجابي 2-2. الزلزولي قدم تمريرة حاسمة مع فريقه بيتيز أمام هويسكا في كأس ملك إسبانيا. يوسف أيت بن ناصر قدم تمريرة حاسمة مع فريقه سامسون سبور أمام طرابزون سبور في الدوري التركي. يوسف العربي سجل هدفين في مرمى كاراماتيسكا مع فريق أبويل نيقوسيا في الدوري القبرصي. سينبامو قدم تمريرة حاسمة مع فريقه دانكاريك أمام غانغانغ. في الدوري الأسترالي زين الدين مشاش قدم تمريرة حاسمة مع فريقه ملبورن فيكتوري أمام دبليو إيس ويندرز. في الدوري الهندي الممتاز أحمد جحوح سجل هدفا في مرمى قوة مع فريقه أوديشا. في كأس مصر أحمد بالحاج سجل هدفا في مرمى لافينا مع فريقه سيراميكا كليوباترا.